كل الناس. في الألفية الجديدة يمكن هيفاء هي المرأة الأكثر إثارة للجدل في كل حاجة، تصريحات ليها، إطلالة جريئة محدش بيعملها، ردودها على منتقديها أو أي حد بيحاول يطلع منها كلمة جريئة أو حاجة توقعها عشان الانترفيو يجيب أعلى ريتش. ما هو اسمها هيفاء وهبي في أي حاجة هيشد جمهور، يعني هي هيفاء في حد ذاتها مش بتارجت جمهور معين. يعني لو الصحة والجمال تمشي عادي، لو الغنى والتمثيل هتلم جمهور برضه، حتى إعلان المخدرات عادي هتكون انترستنج. هي كده بتركيبتها تركيبة مهمة في عالم أي حاجة لها علاقة بالإعلانات، وده طبعا يشمل الأفلام الإعلانية اللي غرضها تجاري قوي زي فيلم حلاوة روح. هو مبدئيا اصلا انتاج السبكي، ثانيا بطولة هيفاء وهبي، صورتها اصلا على الافيش كده ومعموله بطريقه معينه عشان تشد الجمهور في المطلق للفيلم، فده فيلم تجاري اصلا. مشاركتها بس في حلقه من برنامج لرامز جلال تخلي المشاهدات بتاعته في الحلقه ترفع لاكتر من 100%. لو في حد مش مهتم بالمقلب او اللي بيعمله رامز جلال في حد ذاته هتلاقيه عنده استعداد قوي انه يحضر الحلقه دي بالاخص، اصله لاول مره هيشوف هيفاء وهبي على طبيعتها غير الافلام والاغاني والبرامج، هيشوفها وهي متبهدله بالتراب، هيشوف رد فعلها الحقيقي لما تخاف، هل هي بشر زينا اصلا كده ولا لا، وهل ممكن تبقى متصنعه انها كيوت ولا دي فعلا شخصيتها. اسئله كتير وناس اكتر عايزه حد يجاوب عليها، مش سهله هيفاء برضه. يمكن تاريخها الفني مش حافل قوي بس مليان ضربات في النص ما بين تصريحات واطلالات جريئه قوي، وما بين جوازها اللي تاني جوازها ليها اصلا كان من ابو هشيمه. اصل هيفاء تتجوز مين لو مش ابو هشيمه؟ تونو خليفه قالها صريحه كده لما اتسال على اشاعه انه متجوز هيفاء، قال يا ريت بكل تمني كده. إشاعة ارتباطك بهيفاء وهبي. يا ريت، ده الحلم العربي. بص هي حلم لاغلب الناس، يعني بص هنا احنا معانا سؤالين، ليه هي حلم الناس كتير قوي وليه هي ما بتكبرش اصلا او ما بيبانش عليها السن؟ قبل ما نعرف ليه تعال كده نبص بص على مشوارها. تعال. هي في الاول ما كانتش ممثله ولا حاجه، هي بداتها كده وهي عندها 18 سنه بملكه جمال جنوب لبنان على طول. دايكو ما اشتقتوا لجورجينا رزق تانية بلبنان؟ بس استبعدوها من اللقب عشان في نفس الوقت ده كانت متجوزه ابن عمها ومعاها بنتها، وملكه الجمال لها مقاييس ومعايير خاصه طبعا كلهم عند هيفاء، بس استبعدوها عشان هي متجوزه، ومش كده وبس، لا دي كانت ام كمان. وبعد كده اختارت انها تكون عارضه ازياء برضه مؤهله عادي، واترقت شويه وبقت موديل في كام فيديو كليب، بس ما كانتش لاي حد كده، ده كانت مع عاصي الحلاني سنه 96، وفي نفس السنه برضه كانت في كليب مع جورج ارضى بالنصيب، وكذا حاجه تانية كمان، وشويه اعلانات على التلفزيون، وواحده واحده بتتسلل هيفاء لكل حته. دي بقت مذيعه في سنه 99، ومع بدايه الالفينات قالت تغني، يعني ايه ما هو مش بالصوت يعني، وحتى لو في حاجات تانية ممكن تدار على الصوت زي الاوتوتيون مثلا، بس لما هيفاء اختارت تغني وتدخل مجال الوسط الفني ما بدأتش كده باوديو، دي اهتمت قوي بموضوع الفيديو كليبس، بتجيب من الاخر يعني، وطبعا ده نابع من ثقتها بنفسها، ملكة جمال موديل مذيعة كانت بتعمل كل حاجة لها علاقة بالشو تنجح فيها، فاذا عندها موارد كويسة ممكن تستغلها. في نفس الوقت ده اصلا كانت تقريبا الاغاني شبه بعضها وماشية في نفس النمط اللي هيفاء اخدته بالظبط. يعني في برضه مغنية تانية جارت هيفاء في لبنان اسمها نانسي عجرم، وعاملة اغنية اخصمك سنة 2003، ونانسي عجرم في الوقت ده كانت اشهر من هيفاء، لان نانسي بكليب واحد قدرت تهز كيان الشارع المصري وعالم الفيديو كليبس، جمال اوروبي بلهجه مصريه وشويه حركات في فيديو كليب، يعني حاجه جديده اصلا انه يتشاف في بيت او قهوه، وروبي ليه بيداري، وهنا علينا الجرأه اكتر شويتين، وفي النص كان فيها هيفاء وهبي راجع بحس صاحبك عني بكليب برضه، بس المره دي غير كليب نانسي او روبي، المره دي الصوت مش حلو اطلاقا، ولولا الموسيقى مداريه سنه بس هتنفر من الصوت، بس الفيديو كليب غير طبعا يعني، والموضوع يبان لك هنا انه في اسكندريه، واللبس طبعا ما يتخيرش عن الباقي، يعني نفس الستايل اللي ماشي في الموجه دي وقتها لازم يكون مفتوح برضه. عندنا في الوقت ده مثلث ثلاثي يعني عاملين قلق في الشارع المصري وفي عالم الكليبات عموما، واحده مصريه واتنين من لبنان، فطبعا لبنان اغلبيه، فيبدا ينشا فكر عن بعض الناس ان بنات لبنان احلى، وان في كدبه اسمها البلد يوكل وكده. بس المهم خلينا في هيفاء دلوقتي. في الفتره دي تقريبا في اتنين ماشيين في نفس الطيار غير هيفاء اللي هم نانسي وروبي، تمام، بس دول صوتهم حلو يعني ممكن يتسمعوا اوديو عادي جدا مش مهم فيديو كليب. طبعا هم دلوقتي كل ده لسه مش نجوم، بس ممكن يبقوا نجوم لو حتى تخلوا عن الفيديو كليب، انما هيفاء تخليها عن الفيديو كليب في بدايه مشوارها تقريبا هينتهي، وممكن اصلا تبقى مجرد حاله والسلام، يعني مش هتكمل معانا، وده حصل فعلا من كام واحده طلعت نفس الطريق بالملي وبدها تقلد هيفاء، بس ما بينفع مش عشان هم مش شبه، المهم يعني هي اختارت تكمل طريقها في مشوارها الفني واعتمادها على الظهور، يعني تبقى في اي مناسبه متصدره الصوره كده، يعني لو في فرح لازم وجودها يبقى ضروري. هي فنانه برضه، وخد بالك الفنان بالذات في بدايته لازم عشان يفضل فنان وما يعطلش وهو لسه في الطريق اساسي يبقى نشيط، لو مش نشيط بالاخص في البدايه مش هيكمل معانا وممكن يتنسى عادي. يعني نلاحظ كده حد زي عادل امام عمل كام فيلم مثلا، هيبقوا كتير قوي كمان، بس هم كتير قوي مش من قريب، يعني يمكن 70% من ظهوره اصلا كان في بدايته. عمرو دياب دلوقتي بينزل كام البوم في قد ايه، كل فتره وفتره مش قصيره، يعني يمكن في الفتره اللي بين الالبوم والالبوم تسمع كل اغانيه القديمه، وده عشان كان نشيط في البدايه برضه. ممكن نفسر الكلام ده او نوضحه اكتر بشخصيه مروان بابلو اللي 3/4 اغانيه وكليباته وكل حاجه هو عملها اصلا كانت قبل ما يتشهر، لان الفنان في بدايته ايا كان تلاقي عنده نشاط غير طبيعي وتمسك بالحاجه اللي نفسه فيها قوي.
قبل ما تاخدوا الدنيا وياخدوا بطولات ويحضر احتفالات ويحس انه بقى ابطأ شويه. كل ده لاجل بس انه حس انه خلاص وصل ومفيش ما هو جديد ممكن يضيفه او يقدمه، فتحس كده ان نفسه بيتقطع، بس برضه بيفضل موجود عادي وبيفضل فنان. هو بيبقى مقل شويه لانه هو بالفعل عمل مجهود قدام ابن لذين، فبيريح شويه بقى. المهم يعني كمثل حال الاستاذه هيفاء وهبي تلاقي دايما الاخبار عنها كانت في فرح مش عارف مين، تكون في لجنه تحكيم مواهب والحاجات دي يعني. طبعا هنا تامر عبد المنعم بيقلد عادل امام، بيقلد صح جدا ياه. وهيفاء طبعا منبهره انه مشخصاتي كويس. ما علينا يعني، كل واحد حر في رايه باين تقريبا. هنا نشيطه قوي انها تكون في لجنه تحكيم وجنبها فنان برضه. ما هي لجنه التحكيم بتكون مكونه من اكتر من واحد، بس هيفاء وهبي لسه لغايه دلوقتي مش ممثله، يعني ما اعتقدش ان هي ممكن تحدد اذا كان تامر عبد المنعم بيعرف يمثل او لا. اصل مش هتقول مجرد راي عادي، ده رايها هيتاخد بيه هنا. ولا ينفع برضه تقول رايها في صوت حد مثلا، برضه نفس النظام. هي اصلا صوتها مش حلو، ومش معنى كده انها ما تغنيش، لا عادي، اصلا لا اغاني كتير ناجحه يعني. ممكن لطبع الاغنيه، يعني اخر اغنيه ليها كانت مع اكرم حسني، هي اغنيه فيها شويه خفه دم كده، وهي الصراحه دمها خفيف ومقبول قوي يعني. ممكن ده من اكتر الحاجات اللي لو مش عند الفنان مش هيبقى فنان، يعني اولويات الفنان انه يكون دمه خفيف ومقبول. الاتنين دول، وبعد كده نبقى نشوف بقى بيعرف يمثل ولا لا او يغني ولا لا. بس القبول هو مفتاح النجاح مبدئيا، وهي هيفاء مقبوله عادي يعني، لدرجه ان اول تجربه تمثيليه ليها وكانت في 2008 في فيلم بحر النجوم كانت بشخصيتها الحقيقيه اصلا. بس في ناس كتير ما تعرفش عن الفيلم حاجه. وتاني تجربه ليها كانت دكان شحاته، اجرأ مشاهد تتعامل مع عمرو سعد، مشاهد جريئه من الدرجه الاولى. وطبعا الفيلم يكسر الدنيا اكتر والناس تعرف هيفاء اكتر. وطبعا الاهم من العمل الفني ليها هو الطله بتاعتها، لازم تكون مظبوطه على المية. والمره دي كانت طلتها طلة مش عادية اصلا. بس كل ده في الهادي برضه، لغاية لما نتفاجئ انها بتعمل فيلم اسمه حلاوة روح سنة 2014 عشان يثبت ان كل اللي فات ده كان تسخين للي جاي، عشان السبكي هياخد المرة دي قرار جريء انه لاول مرة يكون لهيفاء وهبي فيلم بطولة موجود في السوق، ومقتبس من فيلم ايطالي اصلا نفس القصة تقريبا كمان، وجريء يعني. هو الفيلم الاساسي جريء، وده بقى اجرأ. والجرأة هنا بقى مش زي اي فيلم تاني في السوق اساسا، لا ده كان حالة خاصة. وطبعا بعد كده فضلت هيفاء وهبي في عالم التمثيل اكتر، وبيجي لها بطولات تانية، يمكن عشان اصلا كانت دايما على لسان اي حاجة بتلم الناس في اي فيلم. يعني فيلم طباخ الريس كانوا عايزين يجمعوا الناس في مكان واحد يجيبوا هيفاء. سمير ابو النيل عايز يجيب فلوس كتير في شقته ومش عايز حد ياخد باله ولا يحس بحاجه، برضه يجيب هيفاء. في قصه فيلم ومفيش حدث اساسي يحرك الدنيا ولا في قصه نبني على الاحداث في خير وبركه، برضه نجيب هيفاء عادي. وهنا انت مش محتاج تجيب لها اسم كمان عشان ترمز للجمال والاهتمام مثلا، لا انت هتقول هيفاء على طول ولا يهمك بقى، هي تتعرف كده. فاصبحت هيفاء وهبي محتوى لمن دون محتوى له اصلا. هتلاقي في اكتر الصور ليها انها منزله شعر على جنب واحد من وشها، او شعرها مدلدل على رقبتها كده. ما احنا طبيعي واساسي ان احنا بنكبر كده كده يعني مهما حاولت تداري التجاعيد بعمليات او شد هيجي لها يوم وهتبان. والتجاعيد ما بتتهزمش يعني، فهي اول مكان بتظهر فيه واوضح مكان هي الرقبه. فهيفاء وهبي بتحاول جاهده انها تخفي الحته دي، بتداري بجمال شعرها برضه، لان هيفاء ست جميله وشكرا، مثيره كمان. مش اللي هي جميله وموهوبه، لا هي جميله. هي يمكن ما عندهاش حاجه واحده بس في الفن نفتكرها ليه، يمكن انت الحاجه الوحيده اللي هتفتكرها لها اصلا هو فيلمها حلاوه روح. وطبعا الجمال والمظهر الحلو والشياكه ده حاجات كلها لازم تكون عند كل فنان، ولازم يظهر باحسن صوره كمان. بس الموضوع هنا كان مختلف شويه، لان هنا بقى في مبالغه شديده قوي في اظهار المفاتن، لان ده المقاوم الوحيد عند الفنان. لازم تلاقيها في فقره كامله لبرنامج المواهب او المسابقات بتغني طبعا، يعني عشان الريتش يزيد. بس ما تنفعش تبقى عضو لجنه تحكيم. الفنانه شيرين عبد الوهاب مثلا هي فنانه بجد، صوت واصاله فعلا، حتى لما مثلت ما كانتش وحشه، لا عادي، ظهرت انها بتعرف تمثل. الفنانه شيرين ما بتقلقش تظهر بوزن زايد، حلقه شعرها مثلا، مش لازم تظهر في احسن صوره يعني. وده اكيد عشان عندها موهبه فعلا، مفيش كوبري ما يوصلها لعالم الفن، عندها المقاوم اللي هيفضل موجود كده كده حتى لو الجمال راح. هيفاء وهبي جميله، وزي جمالات كتير موجودين ومش معروفين عادي يعني، الجمال لوحده ما ياكلش عيش. بس هيفاء عرفت تستغل ده كويس من وجهة نظرها طبعا. وفي الاخر الاستاذ حكيم قالها في حلاوة روح، الفيلم اللي كان بطولتها اصلا، عشق الجسد مش دايم، لكن اللي دايم حلاوة روح. فاي حد واخد باله انه جماله هو راس ماله هيجي عليه يوم من الايام ويقول ضاع محتواي. وبس كده، لو عجبك اللي بقدمه ومش مشترك عندي ممكن تشترك عادي، مش هيحصل اي حاجة خالص، وممكن تعمل لايك، ممكن تعمل كومنت كده يعني. يلا صباحكم ومساءكم لذيذ.